صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني، انا شيماء ودي قناتي، اتمنى تشتركي فيها وما تنسيش تاخدي جولة في القناة. ان شاء الله هتلاقي فيها ولو فكرة او معلومة صغيرة هتفيدك. وما تنسيش كمان حبيبة قلبي اللايك الحلو من ايديكي، عشان قناتنا لسه صغيرة وان شاء الله تكبر معاكوا بيكوا. بس قبل ما نبدأ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض تقسيمة حلوة قوي للفراخ. وهتطلع لي عدد كويس ومحترم كده من الوجبات. وفي نفس الوقت برضو الكمية معقولة يعني. مش قليلة قوي ومش كتيرة قوي. زي ما انتوا عارفين ان الاكلات الشعبي دلوقتي بقت تكلف يعني اكتر من الاكلات اللي انا ممكن اشغل فيها دماغي. وزي ما هعمل النهاردة، انا جايبة فرختين وهطلع منهم اكتر من اكلة. وبدل ما اعمل للولاد اكله ارداحي او شعبي ومكلفاني ويكونوا متضايقين وهما بياكلوها، لا، انا بالتقسيمه ديت هقدر ان انا كل يوم اعمل لهم بروتين، وبنفس الاكلات اللي هما بيحبوا ياكلوها من بره. يعني سواء كان فراخ كنتاكي او ستريبس او ناجتس او الكلام ده كله. انا بالفرختين دول ممكن اطلع الوجبات دي، وحاجه تبقى اقتصاديه في البيت، وحاجه كمان تبقى مضمونة انتي عاملاها بايديكي وعارفة انتي بتأكلي ولادك ايه. والفراخ كمان سعرها الحمد لله مش عالي الفترة ديت. فانا رحت للراجل وقلت له عايزة فرختين يكونوا كبار. عطاني واحدة تقريبا وزنها 2 كيلو 800 جرام، وواحدة حوالي 2 كيلو 300 جرام. بس وهو بينقهم لي، انا قلت له انا عايزة صدرها يكون عريض عشان اعرف اطلع منها بانيه. هو خلالي واحدة وقطع لي واحدة، وعطاني التانية متقطعة لأربعة. قلت له لا، انا عايزاها كده أربعة زي ما هي. وانا واقفه كمان لقيته عنده اجنحه لسه كان بيطلعها طازه. عباره عن الجناح بالرقبه كده لازق فيها. فقلت هجيب منهم كيلو، كان سعره 25 جنيه. وكان عامل معايا 4 اجنحه واربع رقابي لازقين فيهم. وبدأت ان انا اشطفهم واحطهم في محلول النقع اللي كلكم عارفينه. وبعد كده شطفتهم وحطيتهم في مصفى عشان ينزلوا اي سوائل فيهم. دلوقتي انا الفرختين مطلعين معايا 4 اجنحة، وانا كنت كمان مشترية 4، يبقى انا كده معايا 8 اجنحة. لو انتي اسرتك 4 افراد، الكمية دي كده هتبقى كويسة بالنسبة لهم. وشايفينه هو ما شاء الله مليان وكبير وفيه لحم. شوفي بقى، سواء هتعمليه في صينية بطاطس او هتعمليه للولاد بطريقة كنتاكي، هتبقى حلوة قوي برضو. شايفين يعني هو ما شاء الله كان الأجنحة فيها لحم، والفراخ اللي انا جايباها كمان كانت كبيرة وحجمها كبير، فالجناح بتاعها كان كبير. فانا كده طلعت معايا اول وجبة عبارة عن 8 أجنحة. 4 كانوا من الفرخة وأربعة انا كنت مشتريهم. تاني وجبة معايا طلعت شرايح بانيه بس سميكة شوية، عشان هبقى اشويها على الجريل مع شوية مكرونة كده. شايفين تخانتها هي مش رفيعة خالص. يعني دي اللي الراجل مقطعها لي. قلت له قطعها لي تخينة شوية بحيث ان انا اشويها على الجريل تستحمل معايا النار، مش هعملها بانيه. كمية كويسة وكمية محترمة. انا حطيتهم على الميزان، والله انا كنت عايزة اوريكم وزنهم طالع معايا قد ايه. بس الفلاش بتاع الموبايل للأسف كان كل شوية بيجي على الشاشة الإزاز بتاعة الميزان، وما كانش الرقم بيبان. فدي كده تاني وجبة معايا. اما بالنسبة لتالت وجبة معايا، فانا هاخد فص واحد بس من الصدر، وشلت منه الحتة الموزة اللي بتبقى ورا دي، وهبدأ ان انا اعمله افرمه، اعمله سواء كانت كفتة او ان انا اعمله ناجتس مع بطاطساية مهروسة. بتبقى حلوة قوي زي بتاعت بره. والطبق اللي في ايدي ده دلوقتي دي عبارة عن قطع الفيليه اللي بتبقى الموزة، يعني اللي بتبقى في قلب الصدر. 4 صدور مطلعيني 4 موز. فأنا كمان أخدت من البانيه عادي 4 شرايح كده بالطول، بحيث إن أنا أخليهم 8 قطع استريبس. ودلوقتي الكمية اللي معايا دي حوالي ربع كيلو تقريبا. واكتر حاجات بسيطة. بدأت ان انا اقطعها كده تقطيع رفيع، علشان اعمل للولاد شوية شاورما، سواء كان سندوتشات او كانت مع الرز. هي كل الوجبات ما شاء الله عليها كبيرة ومشبعة. يمكن أصغر وجبتين بس بتاعة الشاورما وبتاعة الصدر كمان، اللي أنا هفرمها وأعملها ناجتس أو كفتة. دي هحط لها إضافات وهتزود لي الكمية. بالنسبة بقى للطبق بتاع الرقابي دوت، انا الفرختين عملوا معايا رقبتين،
وانا كنت مشتريه كمان مع الاربع اجنحه لازق فيهم اربع رقابي، وهاخد الكبدتين والقنصتين والقلبين وهبدا ان انا احطهم مع بعض في طبق واحد عشان اشغلهم في صينيه بطاطس. يعني الولاد كلها بتحب البطاطس كمان وبيحبوا الرقاب دي ياكلوها. لو انتي مش حابه انك تحطي الرقاب دي مفيش مشكله، انتي ممكن الكبد والقوانص دي تزودي عليهم ربع كيلو وتبداي انك انتي تعمليها مع رز مبهر، بتبقى حلوه قوي. لو انتي كمان عايزه تاخدي من الاجنحه وتزودي الطبق بتاع الرقابي مفيش مشكله، هتبقى برضو ايه وجبه مشبعه وكويسه. اما بالنسبه لاخر طبقين اللي في ايديا دول، دول وركين، قطعت كل ورك على قطعتين. شايفين ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان الطبق اللي انا حاطه فيه الاوراق دي الاطباق الكبيره مش الطبق الرفيع. هما ما شاء الله الفرختين كانوا كبار، فمطلعين لي وركين محترمين كبار، قسمتهم على اتنين. شوفي انتي اللي بيتك متعود ياكله او انتي اللي ولادك بيفضلوه، عايزه تزودي مثلا من الاجنحه دي على الاطباق بتاعه الاوراق مفيش مشاكل، عايزه تزودي من الاجنحه دي على الاطباق بتاعه الكبد والقوانص دي برضو مفيش مشاكل. كل بيت طبعا ليه نظامه وليه طريقته في الاكل وليه اسلوبه، بس انا بديكي فكره مش اكتر. عايزه اقولك والله ان يعني كل الاكلات دي مشبعة وكمية كويسة، يعني ما شاء الله. هما بس الطبقين اللي فيهم ربع كيلو، الطبق اللي في ايديا دوت اللي هو بتاع الشاورما، والطبق اللي فيه الفص السليم دوت اللي انتوا شايفينه، هعمله زي ما قلتلكوا ناجتس مع بطاطساية مسلوقة كده، فهيضاعف لي الكمية. غير كده لا، كل حاجة يعني الحمد لله ما شاء الله كميتها كويسة. زي ما قلتلكوا لو مش حابين انكم تحطوا الرقابي دي في صينية بطاطس مفيش اي مشكلة، ممكن تزودي في الكبد والقوانص وتعمليها وجبة كبد وقوانص بالرز المبهر، او ممكن تاخدي كمان من الاجنحة دي وتحطيها مكان الرقابي دي لو انتي مش حابة تجيبي الرقابي دي. بس انا بصراحة الولاد عندي بيحبوها وبيفضلوها بصراحة، فانا مفيش مشكلة يعني ان انا اجيبها لهم. ولو انتي شايفة ان الكمية دي مثلا صغيرة على بيتك او على اسرتك، دي حاجة ترجعلك انتي، ممكن تزودي طبعا الكميات. يعني بدل ما تخليهم، هما دول عملوا معايا 8 وجبات، بدل ما تخليهم 8 انتي ممكن تخليهم 7، ممكن تخليهم 6. حاجة طبعا ترجعلك انتي في الاول وفي الاخر، بس انا مجرد بديكي فكرة. وطبعا لو حسيت ان انا محتاجة يعني اخد من طبق على وجبة زيادة في يوم معين مثلا، اكيد طبعا هاخد. انا مش مقيدة نفسي بعدد ايام معينة او عدد وجبات معينة. انا ما بحبش اجيب فراخ تقعد معايا طول الشهر يعني. فالفرختين دول مثلا لو قعدوا معايا اسبوعين كده تمام قوي، وفي نفس الوقت يعني مطلعين لي عدد وجبات كويس، واعمل للولاد كل يوم تقريبا بروتين. يعني دول لو 8 وجبات يبقى كده في الاسبوع، كل اسبوع هعمل لهم 4 مرات. طبعا ده هيكون افضل كتير من الاكل الشعبي والاكل الارداحي. بس اهم حاجه زي ما قلتلك انتي لازم تجيبيها فرخه كبيره. انا كان ممكن بالمبلغ دوت اجيب 3 فرخات مثلا صغيرين، بس كنت ههدر فيهم على الفاضي. يعني انتوا عارفين بيبقى فيها نسبه دم وبيبقى فيها الدماغ والامعاء بتاعتها والرجول وكده، فانا قلت ملوش لازمه يعني، واجيبهم فرختين كبار وابدا ان انا اقسمهم على راحتي. انا خليت الراجل يقسم لي واحده ويخليها لي، والتانية قلت هاخدها سليمه كده في البيت لغايه ما اروح واشوف انا هعمل فيها ايه. بس والله مع الشغل والتقطيع وانا بنضفهم كده، قلت لا خلاص انا هخلي الورك اسفه الصدر بتاع الفرخه التاني، واطلع منه استريبس واطلع منه كمان شرايح للشاورما. حاولت على قد ما اقدر والله ان انا ما اطولش الفيديو عليكم. يا رب تكون التقسيمه عجبتكم واستفدتوا منها ولو باي حاجه صغيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.